السلام عليكم. هعمل النهاردة معاكم اللي هو الزبيب. طبعا ده الموسم بتاع العنب اللي هو الأحمر اللي هو ده اهو. فنستغل الفرصة لأنه كمان يعني أنا ملاحظة إن هو كتير وابتدى سعره يقل شوية، فنبتدي بقى احنا نخزنه ونعمله الزبيب طبعا لشهر رمضان إن شاء الله السنة الجاية. فبتبقى فرصة ان احنا بقى ايه يعني نبتدي نعمل الحاجات دي في الموسم بتاعها، وبتبقى اسعارها رخيصة. طبعا انتي في رمضان بتجيبي الحاجات اللي هي بتاعت الزبيب والسوداني والمكسرات يعني بتاعت رمضان، بتبقى سعر الزبيب كمان بالذات عالي يعني زيادة مش طبيعية. فاحنا ليه طب ما نعمله في بيتنا احسن وبيبقى اوفر، وفي نفس الوقت انتي عارفة انتي بتعملي ايه في بيتك وضامنة نظافته. هنا هقولك على حاجة، احنا لما بنجيب العنب اي عنب يعني بصي بنبص نلاقي فيه عنب اللي هو بيبقى ناشف ده. طب ده يعني ما هو ده زبيب ده. طب ايه يعني ايه الفرق بينه وبين الزبيب اللي احنا بنجيبه؟ انت لما بتاكليه ده بتحسي ان هو مسكر قوي. طب ايه يعني بالعقل كده؟ طب ايه يعني ايه اللي هو طريقة التصنيع بتاعت الزبيب ده؟ واضح ان هي طريقة سهلة قوي. طبعا اللي انت بتجيبيه بيبقى طبعا شغل المصانع وكده، بيبقى مواد حافظة والحاجات دي. فاحنا هنا هعملهولك. طبعا دي انت شايفة دي حلة حاطة فيها مية بتغلي، حاطة فيها حوالي بتاع معلقة صغيرة. هو المفروض بيكون زيت برافين. طبعا انا ما جبتش زيت البرافين ده، انت المفروض بتشتريه من الاجزخانة. انا هنا مش يعني ما عنديش اللي هو زيت البرافين ده او ما جبتهوش، فاستعدت عنه كان زيت، بس زيت يكون ريحته حلوه، يعني مش زيت مثلا ريحته وحشه ومكمكمه وكده اهو وتعملي بيه هيبوظ الدنيا خالص يعني. هنا انا حطيت معلقه الزيت اللي انا قلت لك عليها، حطيت اقول لك يعني ربع معلقه صغيره بتاعت الشاي دي ملح الليمون ده كماده حافظه. بس يعني حاولي بقدر الامكان ان انتي ما تكتريش ملح الليمون في اكلك، يعني لان الاضرار بتاعته يعني. فهنا بصي الميه اهي بتغلي، هبتدي بقى طبعا العنب انتي بتجيبيه وبتفصصيه. مش شرط بصي يعني انا هنا يعني مش عامله مثلا العنقود ده خلاص مش اشكال، مش يعني مش هنعمله كله ستاندر شكل واحد، مش اشكال اللي هي العنقود ده. هنا انا فصصته، وطبعا هو ايه يعني عايز انتي بقى ولو عندك ولادك وكده تقعدوا بقى تفصصوا طول الليل. هنا انا فصصته وغسلته والميه اهي بتغلي، هبتدي بقى انا احطه كده. هسيبه حوالي بتاع 10 دقايق بس كده ايه يعني يغلي، عشان بس ما يتهريش منك كمان يعني ما فيش يعني، بس مجرد ما الميه تقلب كده اهو. انت طبعا لما انت حطيتيه انت درجه الحراره بتاعت الميه اتغيرت، هي كانت بتغلي وانت كنت شايفاها. طبعا بصي الميه خلاص يعني الغليان بتاعها درجه الحراره بتاعتها نزلت. هنا هسيبه بقى لغايه لما الميه بس تغلي غلوتين بس كده اهو، واروح مصفياه في المصفى. هسيبه طبعا ينزل الميه اللي هي اللي فيه دي، وهسيبه شويه. وبعد كده زي ما قلت لك لو عندك اللي هي الصينيه اللي هي بتاعت الفرن اللي هي بتبقى كبيره دي، افرديه عليها وحطيه في البلكونه. انا يعني ساعات انا كنت بعمله مثلا ايه اسخن الفرن شويه واطفيه واحطه في الفرن. لا يعني هو الجو دلوقتي الايام دي حر، مش مستدعي بقى ان الواحد يولع الفرن في الحر ده. لا انتي حطيه في البلكونه، وطبعا بتحطي عليه الشاشه بيضه او قماشه تكون خفيفه، وبتسيبيه لغايه لما ينشف. بقى الوقت ايه طبعا حسب بقى الوقت يعني الجو اللي عندك، مثلا بلكونه فيها شمس ما فيهاش شمس، بس بقدر الامكان ان احنا ما نعرضوش قوي للشمس، عشان الشمس طبعا ايه درجه الحراره بتاعتها بتبقى شديده، ممكن يعني تخليه بردك ما يجفش بسرعه. فانا هنا انا مستنيه لغايه لما الميه تغلي وهصفيه، وزي ما قلت لك اللي هي الخطوه اللي انا قلت لك عليها. هوريكي بقى اللي هو الشكل بتاعه بعد حوالي بقى بتاع 3 ايام 4 ايام حسب ما ينشف معايا، وهوريهولك. العنب اهو بعد ما جف الفتره اللي انا قلت لكم عليها اهو، بصوا شكله عامل ازاي.
اتمنى بقى ان الطريقة بتاعتي دي تكون سهلة وتجربوها، وعايزة اعرف رأيكم فيها، ومتشكرة قوي لدعمكم لقناتي بيت العيلة، والف شكر ليكم.